انت لو عايش في دولة متقدمة مش بعيد تتقتل، انت مش من العرق السامي، مش ده حكاية جديدة على المصطبة، عايزة تفتيح مخ قوي قوي، يلا بينا. في فبراير سنة 1975 نشرت شركة مارفل كوميك بوك العدد رقم 55 ليه ضمن المجلات المصورة الكتيرة اللي بتنشرها بعنوان ذا انفيزبل ايرون مان عشان تعلن لأول مرة عن ظهور شخصية شريرة جدا اسمها ثانوس، واللي ظهرت لأول مرة في عالم الأفلام سنة 2012 فيلم ذا افنجرز. ثانوس كان صاحب فلسفة في تدمير سكان الكواكب، كل الكواكب موردها قليلة وسكانها كتير، اقضي على نص سكان الكوكب يعيش النص التاني بسلام، يستفيدوا من المواد ويحققوا مكاسب في كل شيء وياخدوا أماكن أقل في المواصلات. طب انت راكب عربية سيدات ليه؟ محدش يضطر يتشعلق، هو يقضي مشواره نص جوه ونص بره، وكل الاجيال اللي جايه تاخد نفس الفرص وتكون احسن في كل الصفات، ونسبه التلوث وغيره هتقل. ورغم ان هي مجرد فكره في فيلم، لكن تخيل لو قلت لك ان في بلد كانت عايزه تعمل نفس اللي كان بيعمله ثانوس والقضاء على نص الشعب اللي صفاته وحشه، ونسيب الحلو عشان نعمل تحسين للنسل تحت مسمى اليوجينيا. لا حضرتك مش دي، ما انا قلت لك بقى من الحلقه اللي فاتت، اصحوا معانا شويه بقى يا جماعه، مش دي خالص برضه. اللي بقوله ده بجد، خلينا اشرح. سنة 1865 نشر العالم البريطاني فرانسيس جالتون مقال اسمه الموهبة الوراثية والطبع، وكانت دي أول مرة في التاريخ البشري الحديث حد يتكلم عن فكرة تحسين النسل أو اليوجينيا. وقتها جالتون أسس قواعد لتحسين النسل وقسمهم لقسمين: تحسين النسل السلبي، وكان الغرض منه منع تكاثر المعاقين، وتحسين النسل الإيجابي وهو تنشيط تكاثر أفضل وأحسن كتير. ويمكن الأسس اللي اتحطت دي كانت بداية تأسيس علم الهندسة الوراثية. كلمة اليوجينيا نفسها بيعود أصلها للغة اليونانية ومعناها الأصل الجيد، والوصف ده تم استخدامه للإشارة لتحسين الصفات الوراثيه للانسان. ونقدر نقسم اليوجينيا لنوعين اساسيين: بوزيتيف يوجينيا وهي تشجيع تكاثر الافراد اللي عندهم صفات مرغوبه، والنيجاتيف يوجينيا اللي هي منع تكاثر الافراد اللي عندهم صفات غير مرغوبه. والحقيقه اننا عن طريق الابحاث العلميه والاحداث التاريخيه نقدر نقول ان اليوجينيا مرت باكثر من مرحله من اواخر القرن ال19 لاول القرن ال20 لحد دلوقتي، واللي نقدر نقسمهم لكذا مرحله. مرحله الصعود المبكر، ودي المرحله اللي اتكلمنا عليها في الاول واللي ساهم فيها فرانسيس جالتون، واللي التاريخ يعتبر مؤسس علم اليوجينيا بابحاثه وبالمؤتمرات. تاني حاجه اليوجينيا الحكوميه، وكانت البدايه في امريكا في اوائل القرن ال20، وكانت افكار اليوجينيا افكار علميه، وكتير من العلماء والسياسيين اعتقدوا ان ممكن تحسين المجتمع من خلال تحسين الصفات الوراثيه. بدات بعض الولايات في امريكا سنه 1907، وتحديدا ولايه انديانا، واللي كانت اول ولايه تصدر اول قانون للتعقيم القسري في العالم كله. وبعد كده مشي على طريقها 30 ولايه ثانيه تنفيذ برامج تعقيم قسري للافراد اللي اعتبروهم غير مرغوب فيهم، زي الاشخاص ذوي الاعاقه العقليه والفقراء والاغبياء واصحاب الامراض الجسديه اللي ملهاش علاج. القوانين كانت تطبق بهدف الحد من الاجيال السيئه، زي الشله الخيبانه اللي بتترمي معاها على القهوه، مع صرف مبالغ طائله على الابحاث لتطوير الاجناس الثانيه تخليها اكتر سيطره على الاجيال اللي جايه. الفتره اللي بعد كده هي اليوجينيا والنزايه. سنه 1916 نزل في امريكا كتاب اسمه نهايه العرق العظيم او ذا باسنج اوف ذا جريت ريس للمحامي والمؤيد للافكار اليوجينيه ماديسون جرانت. بيقول جرانت في الكتاب ان الولايات المتحده الامريكيه دوله مكونه من مجموعه من المهاجرين جم من انجلترا واسكتلندا وهولندا وايرلندا والمانيا، عشان كده بيسموا امريكا دوله نورديه، وان كل المهاجرين الاوائل دول معرضين لخطر وجودي من عرقيات وطبقيات ادنى من البيض اللي جايين من اوروبا الشرقيه، الكاثوليك واليهود بالاساس، اللي بيتكاثروا بسرعه اكبر ويشكلوا على حد قوله عصابات اجراميه ومجموعات اثنيه منفصله داخل امريكا بتكون الهيكل السياسي والاجتماعي للبلد. وبيطالب جرانت في الكتاب باهميه منع هؤلاء من تلويث الجنس الارقى، وتفوق عليه من حيث العدد. مش هتنيل. الكتاب حقق نجاح كبير واترجم للغات كتيره جدا، منها الفرنسيه والسويديه والالمانيه كمان، وكان ادولف هتلر منهم. مش بس كده، ده كمان بعت رساله لجرانت عن اعجابه بالكتاب. اتكلم هتلر في الرساله دي عن حركه النظافه العرقيه في المانيا، وكمان بدا يظهر اول مره مصطلح الجنس الآري بدل من الجنس الشمالي او النورديك. سنة 1933 بعد كام شهر بس من وصول الحزب النازي للحكم في ألمانيا، أصدر هتلر وحكومته قانون يسمح بالتعقيم القسري للأشخاص اللي عندهم أمراض جسمانية أو عقلية ممكن يورثها لأولادهم. القانون ده شمل حالات زي الصمم والانفصام في الشخصية والصرع، ومش كده وبس، لا بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده، والضعف العقلي والعمى وادمان الكحوليات. ودي كانت اول القرارات اللي خدها النازيين بهدف حمايه السلام العرقي للامه الالمانيه حسب وصفهم طبعا، لحد ما وصل عدد من الاشخاص اللي تم تعقيمهم في المانيا حوالي 400 الف شخص من اول 1933 لحد بدايه الحرب العالميه الثانيه. طبعا الموضوع رد في صدره قتل، لانه وصل لمرحله مش لاقي رجاله تحارب معاه، واضطر ينتحر هو صاحبته والكلب بتاعه. وفي الوقت ده قرر النازيين ان اليهود هيكونوا في قاع الهرم بتاعهم. النازيين طلعوا قانون يمنع الجواز من اليهود، غير طبعا عمليات القتل الرحيم اللي حصلت لذوي الاحتياجات الخاصه. كل ده عشان الحفاظ على العرق العظيم والسلام العرقي، وان العرق السامي هو العرق الالماني. يا جدعان مش كل شويه هتنزلوا صوره بقى، احنا مش عايزين ندخل في حوارات،
فاهم؟ خلاص بقى خلونا كده ايه، الله يستركم في حالنا. اليوجينيا بقى دلوقتي مع تقدم التكنولوجي الناس بقت بتحاول تعمل نوع من تحديد النسل، مش بس في عدد الاطفال وانما اكتر بكتير. التكنولوجيا دلوقتي بقت تخليك تقدر تحدد جنس المولود ولون عينيه وشعره. مش بس كده، ده انت تعرف اذا كان هيتولد باي امراض او لا، وكمان تقدر تغير لون العين ولون الشعر. تخيل لو ده كان ممكن. اكتب لي بقى تحت كان نفسك تبقى ايه. الحقيقه انا مش عايز ابقى حد تاني غيري، انا احيانا بس الهير لاين بيضايقني، بس لو يبقى اطول بس شويه. في الحقيقه في الدول المتقدمه برضو التغيرات الجينيه دي مكلفه جدا جدا. لو هنتكلم في المبدا الديني، علماء الدين هم اللي يقرروا اذا كان ده حلال او حرام، ولو هنتكلم في المبدا العلمي فبنسبه 80% العمليه دي بتنجح، لكن قصادها في نسبه 20% بينتج عنها خلل للاطفال ومش بيعيشوا بسبب التعديلات الجينيه دي الغير متناسقه، او بيتولدوا معاقين بسبب هذا التعديل. لكن في النهايه كل اللي نقدر نقوله لك ان مفيش حاجه اسمها عرق سامي وعرق غير سامي. لا ده انتوا فعلا كده قاصدين. باشا انا جاي اقول لك كلمتين حلوين، انا بصور في الفلاحين وفي برنامج اسمه المصطبه. إيه انت وانا خليك حلو، ما تزعلش حبيبي. الدول اللي بتنادي بالحريات وسمحوا بوجود منظمات الشواذ وغيره هم اول دول عملت مصطلحات اليوجينيا والعرق السامي، وبالتالي الجميع يعتبر من خلق ربنا حلوين بخلقه لينا. حلوين حلوين. فك كده يا جدع. ماشي يلا. على فكره حتى الهير لاين بتاعي عجبني على فكره، ده اذا كان موجود يعني، وده اهم من اي حاجه. بغض النظر عن الهزار، الا انك لازم كل يوم تبقى فخور بمرجعيتك الشرقيه والدينيه، لانها بتحسسك انت انسان بجد بترفض العنصريه والعنف الفكري، ودينك خلق جواك كم كبير جدا جدا من التسامح وتقبل الغير. وافتكر دايما ان كل الكلام اللي قلناه ده خارج من ناس ما قدرتش تخلق حتى جناح بعوضه، وده اللي يخلينا نختم القعده والحلقه بايه قرانيه: هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. صدق الله العظيم. السلام عليكم.